مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان أو في هيسبريس وهي سبورت أينما كنتم وأينما تواجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم استوديو المونديال، البرنامج الذي واكب ولا زال مشاركة المنتخب الوطني المغربي في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم 2026. هذه المشاركة البطولية التي توقفت للأسف عند محطة دور الربع بعد الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي ب2-0. كنا نأمل أن يكون المنتخب الوطني المغربي قد حجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي، ولكن قوة الفرنسيين كانت أكبر من شجاعة كتيبة محمد وهبي. اليوم شاهدنا بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية، أيضا غياب إسماعيل السباري وشادي رياض، ومجموعة من الملاحظات التي كانت على المنتخب الوطني المغربي، والأداء بين قوسين الباهت اليوم أمام الكتيبة الفرنسية. ثنائية المنتخب الفرنسي تناوب على تسجيلها كيليان بابي وعثمان ديمبيلي من تسديدتين في مرمى الحارس المتألق والذي تعملق اليوم ياسين بونو، خاصة في شوط المباراة الأول. المنتخب المغربي في الشوط الأول اكتفى بمتابعة المنتخب الفرنسي، وهو يكثر من هجماته المتتالية على شباك بونو. كل هذه الأمور سنناقشها، أسباب الهزيمة، أسباب أيضا هذا الظهور الباهت، من يتحمل مسؤولية هذا الخروج من دور الربع. في النسخة الماضية المنتخب المغربي وصل للمربع الذهبي، وفي هذه النسخة للأسف الرحلة توقفت. كنا نتمنى أن يكون المنتخب المغربي اليوم قد حجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، لكن واقع الميدان أكد على أن المنتخب الفرنسي استحق هذا الفوز عن جدارة واستحقاق. سنناقش المباراة من جميع الجوانب الفنية والتكتيكية، وأيضا جاهزية اللاعبين والأشياء التي أثرت على مردود المنتخب المغربي. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام أرحب بمحللي البرنامج. على يميني الدولي المغربي السابق هشام العمراني، الذي تأثر كثيرا وهو يتابع معنا المباراة ويتابع معنا هذا الخروج. كنا نأمل هشام في أن يكون المنتخب المغربي الآن ونحن في هذه الحلقة قد حجز بطاقة التأهل، ولكن الواقع المنتخب الفرنسي كان أفضل، استحق هذا التأهل. اهلا وسهلا. بدايه حمزه، نرحبوا بالاخوان المتابعين ديالنا والمتابعين ديال البرنامج. تحيه لهم، تحيه للسي المغودي، تحيه للاخوان اللي كيشتغلوا في الخفاء وفي الطاقم التقني اللي كيشرفوا على الاعداد البرنامج. اكيد على انه الكلمات بعض الاحيان تتلعثم والموضوع بعض الاحيان يذهب يمينا وشمالا، لان المغامرة توقفت هنا، وأيضا الأحلام ديال اللاعبين وأيضا أحلام جميع المغاربة إلى وقت قريب كنا نحلم على أننا نكون أبطالا للعالم، لأن جميع البوادر وجميع الهواجس كانت في اتجاه لأن المنتخب المغربي غادي يتخطى جميع الحواجز. ولكن للأسف الشديد اليوم المنتخب خرج من الدور الربع النهائي أمام منتخب قوي، منتخب مرشح للذهاب إلى المباراة النهائية وممكن الفوز بها. اللي غير مقبول وأنه ممكن تخسر المقابلة، ولكن بل أكثر من ذلك متوقع، يعني جينا نقولوا نسب مئوية، يعني ممكن الحظوظ ديال المنتخب الفرنسي تكون أكثر من المنتخب المغربي. ولكن الظهور المحتشم للمنتخب المغربي اليوم هو اللي شكل لي بالنسبه لي انا ولقى واحد اليوم الصدمه، كانت صدمه يعني كانش مستوى من حيث قيمة الاداء، التطلعات. لانه تخسر مع فرنسا شيء متوقع، لانه كتكلم على منتخب متطور، منتخب عنده نجوم ممتازه، ايضا منتخب اللي عنده استمراريه ديال النتائج الايجابيه. من بعد غادي نحاولوا اننا نعم. نفصلوا في التفاصيل ديال المقابله، شكون اللي كان مزيان، شكون اللي ما كانش مزيان، شنو هما اسباب الهزيمه، شكون اللاعبين اللي كانوا فيهم نقاط ضوء كثيره. بخلاصه، فاليوم المنتخب الفرنسي لعب ضد حارس بونو وليس ضد المنتخب المغربي. أكيد. وأيضا أرحب بمحلل البرنامج الأستاذ العزيز السي محمد المغودي. كما قال السي هشام، المنتخب الفرنسي اليوم ربما واجه ياسين بونو ولم يواجه المنتخب الوطني المغربي. مرحبا بك سي مغودي. اولا مرحبا بك سي حمزه، ومرحبا بالعزيز هشام، ومرحبا ايضا بالاخوان الذين يشتغلون وراء الستار، ومرحبا ايضا بكل المتتبعين والمتتبعات. اتفهم ان الحزن عميق جدا، وعمق الحزن ليس بالاقصاء وليس على الاقصاء.
لاننا كنا في مواجهه منتخب قوي وقوي جدا، منتخب باستقرار تقني، لان المدرب ديشان راه من 2012 هو يشرف على الاداره التقنيه للفريق الفرنسي، بطل العالم 2018، وصيف بطل اوروبا، وصيف بطل العالم 2022، والان من اكبر المرشحين، الى ما اقول انه ابرز مرشح للفوز باللقب. لكن هذا لا يمنع سي غير مغرب نكمل ظهروا باداء باهت اليوم. لا يمنع، انا ماشي بالاداء الباهت، انا ما عجبتنيش الفلسفه الوهبي. انا كيفاش انت جيت لهذه المقابله من هذا العيار وانت في واحد الوقت اللي كان عندك واحد الرؤيه، واحد الاستقرار على واحد النموذج ديال التشكيل اللي كتلعب عليه، اليوم كتفاجئنا بان المزراوي رديتو اللاكس، بانك دخلتي انا صلاح الدين كمدافع ايسر. كاين تغييرات اللي شمس الدين الطلبي، انا بالنسبه لي شمس الدين الطلبي كان احسن بديل. هي القرطاسه ديالك اللي كنت كتستعمل فاش كتدخل في اللقاءات، كتجيك هذيك القرطاسه كضربها في الخوا من الاول. بزاف ديال التغييرات، الدخول ديال السباعي، انا شخصيا هذيك السباعي ما عمري باش اعترف ما كنعرفو ما كيعرفني، ما عمري شفتو ولا عمري ما شفنيش. اذا كاين واحد الفلسفه زائده ديال محمد وهبي، ديال سي محمد وهبي اليوم في المقابله، واحد التدبير بالنسبه لي كان سيء جدا جدا ديال الناخب الوطني محمد وهبي امام منتخب قوي عنده التماسيح في قلب في الهجوم. التماسيح راه اللي خرجوا ياكلك، عنده لاعبين كبار، عنده التشكيل الثاني ديالو تشكيل عالمي بالفرق ديالو التشكيل الثاني، ولكن ما لا يجب ان نسقط فيه هو ان نبخس كل ما قدمه المنتخب المغربي في بطولة العالم اللي كاينه بين الولايات المتحده الامريكيه. احنا غنناقشوا اليوم فقط يعني المباراه، خصنا نوقفوا على هذه المقابله بسلبياتها بسوء تدبيرها، نعم، ولكن ما توصلش من الدرجه اننا ديك الشيء كاع اللي حققناه في كاس العالم في امريكا نضربه في الزيرو. اكيد غنناقشوا المباراه ونناقشوا ايضا حصيله المشاركه. سي هشام، التشكيله اللي بدا بها اليوم الناخب الوطني كانوا فيها تغييرين. فاجأنا بنصير مزراوي كلاعب متوسط، كلاعب مدافع ارتكاز الى جانب عيسى ديوب. ايضا شفنا انس صلاح الدين مشى للرواق الايسر. واش تتفق مع الطريقه اللي دخل بها اليوم محمد وهبي؟ وهل ترى ربما انه يعني الاعتماد على مزراوي في قلب الدفاع خلانا ربما نضيعوا في الجهه اليسرى في الوقت اللي كان كيتقاتل بشكل كبير في المباريات الماضيه وكان من نقاط الضوء وشفناه حتى في التشكيله المثاليه ديال دور 16؟ لا هو البارح ملي كنا كنتكلموا وصلنا الفتره ديال التشكيله المتوقعه، قلنا على انه غادي يكون تغيير واحد، يعني الرحيمي غيبدا اساسي في بلاصه المصاب الصيباري، وقلنا ممكن على انه يدير بعض التغييرات لان الرجل ما كتفهموش اسلوب لاعبه، ما كتفهموش طريقه لاعبه. ايضا ممكن في بعض المباريات في حال هذه اللي كتعتبر ريفيرونس بالنسبه لي يقدر يفاجئ واحد العنصر ولا عنصرين، ولكن بالنسبه لي تفاجات على انك تحيد نصير المزراوي من الكوتي غوش، من لارير غوش اللي داز وكان في التشكيله المثاليه ديال الدور قبل الماضي، مع عناصر اللي وصفهم السي محمد الغودي بالتماسيح اللي من انصف الفرص ممكن لانهم يخلقوا لك المشاكل. وهذيك البلاصه كاين فيها عثمان ديمبيلي، وملي كنجيو نشوفوا يعني في الواحد كونتر واحد شفنا على ان انس صلاح الدين في المباريات السابقه كان كيعاني بواحد الشكل كبير. دونك بدا عندنا التخوف مباشره مع وضع التشكيله. انا مع وضع التشكيله يعني كنت غير مطمئن وما كنتش مرتاح بنسبه كبيره. علاش؟ لان ربما هو بان لي على ان في المباراه ديال كندا كان عندنا استعصاء في عمليه الخروج بالكره من الوراء. هو خدا لوبسيون ديال مزراوي لانه لعاب اللي كيلعب تحت الضغط، لعاب اللي ممكن لانه يكسر لك ليلين، لعاب اللي ممكن لانه تكون عنده ديك لا غولونس اما كورت اما لونغ اللي تكون من لاكس، ولكن ديزيكيليبريتي لا ديفونس، خلق شي عدم توازن في لا لين ديفونسيف ديالنا. على الاقل كنخليو بالتوازن. عندك جوج ديال اللاعبين في الاحتياط اللي هما حلحال وسعدان، اختاريتيهم باش يكونوا يمثلوا رباعي الدفاع، باش ما كانش خاص دابا احتاجيتهم تلقاهم طبيعي لانه المزراوي ممكن لانه يكون بوليفالون، ولكن الا ما كانوش دوك اللعابه، الا مثلا كانوا اصابات، كانوا اوراق صفراء، كانوا اوراق حمراء، ولكن عندك انت عيسى ديوب وعندك حلحال وعندك سعدان،
اما المفروض كان على الاقل يلعب اكسيال ان فري اكسيال وتما تخلي توازن كبير ديال المزراوي. علاش؟ لان غنتفاعل معك السي هشام بحال درت شويه لان كنحس بك معصب بزاف. لا بالعكس نتفاهم. شتي في هذا النقاش ديال هاد المدافعين راه كيتطرح سؤال مهم وجوهري. هذا هو العتاب اللي كان عندنا حنا على محمد وهبي فاش دا نايف اكرد. كيفاش انت دينا لاعب مصاب وفي اخر المطاف ها انت دابا ديت في بلاصتو هاد المدافعين اللي ما وقفتيش عليهم، بمعنى ان داك ما سميناه في تلك المرحله المجامله في بعض الاختيارات انت عديت الضريبه ديالها دابا. لا مش دار في هذه المباراه المصيريه دار البريكولاج بريكولا. ما يمكنش على انك تبريكولي في مباراه مصيريه، وحنا ديجا في 2022 نفس المصير كان عندنا، ولكن ديك الساعه كانوا اصابات. صحيح دابا عندك اصابات ولكن يلا عندك اصابه ديال اللاعب. نفس الخطا السي هشام، انا بالنسبه لي مع فرنسا نفس التشكيل. واش هذا هو السبب في الهزيمه السي لا هشام؟ من بين الاسباب، من بين الاسباب لانه خلق عدم التوازن في الفريق. انه نصير المزراوي مع عيسى ديوب حرمتي المنتخب الوطني المغربي من ظهير ايسر اللي على الاقل يسد لك هذاك الكولوار. يعني ما يلقاوش فيه حلول كثيره المنتخب الفرنسي، خصوصا على ان اوليسي لاعب اللي كان حر كيطيح في الكوتي دروا كيطيح في الكوتي غوش كيطيح في عمق الملعب. ثم غتخلي واحد الصلابه دفاعيه ملي غادي يلعب مثلا انا بجوج ديال ليزاكسيون، يعني حتى في الالتحامات الثنائيه حتى في الديوال حتى في هذا غادي ينفعوني مثلا لا سعدان لا اللاعب حلحال. تكلمنا خط بخط، برافو عليك لانك مشيتي تدريجيا. بالنسبه لي انا كنت كنفضل على ان المزراوي يبقى في البلاصه ديالو اريار غوش. وعلاش؟ لانك انت اللي درتي الكاستينغ، راه الانسان كتشدو من لسانه. يعني ملي كتختار واحد 26 لاعب راه اختاريتي 26 كوموندو، 26 لاعب اللي ممكن انك اي مباراه عند العناصر ديالها، ولكن لا ديفونس ما كتزعزعش. لا ديفونس هو هذاك الخط اللي كيبقى مستقر، هو هذاك الخط اللي كيتبنى عليه الفريق، هو الساس. ومن ثم ممكن انه الا كان عندك بعض التعديلات ممكن ديرها في لا لين داتاك على حساب لي زادفيرسير. غير احنا باش ما يبانش كنا كنتصيدوا عفوا كاش يطيح لينا في يدنا باش حنا قبل ما يبدا كاس العالم على مستوى الملاحظه ديالنا اللي كانت على خط الدفاع قلنا كيفاش انت غادي بواحد اللاعب اللي داير عمليه جراحيه وتستنى معاه حتى نمشي معاه الميريكان وتجلس معاه وتستشار معاه واش واجد ولا ما واجدش، ونخرج له بواحد التصريح لا راه ملي ناقشنا معاه قال لي ما واجدش. هو ما واجدش ما يمشيش، لان كتقصدني في اكرد بيان سور لان في ذاك الوقت هذاك كان عندك اختيارات قدام عينك. كان عندك مثلا البوفتيني كنت تمشي ديه معاك، ماشي انت تمشي لتم وعاد يبان لك باننا يفكرت ونخرج ببالغ ما كاينش. انا بالنسبه لي اليوم عاقبنا القدر امام المنتخب الفرنسي على هذه المجامله اللي ما كانش خصها تكون. ولكن السؤال سي مغودي، ملي تيكون عندك حلحال وعندك سعدان وكتمشي تبريكولي كما قال السي هشام العمراني، واش هذا دليل على انك ما اقتنعتيش بحلحال في المباراه الماضيه وما اقتنعش بسعدان باش تعتمد عليه كلاعب ارتكاز، كلاعب يعني في دفاع متوسط الدفاع الى جانب عيسى ديوب؟ لا غير باش نكون واضحين السي حمزه، ماشي دابا نوضوا نحمل المسؤوليه الوهابي. اعطيني شي واحد اقتنع بحال في المقابله ديال كندا، راه من اللي دخل هو كيدفع، راه انت كان الوهابي اللي اختاروا السي محمد، راه الوهابي اللي اختار حل. احنا دابا كان دابا المسؤوليه ديال الاختيار والمجامله، ولكن المسؤوليه ديال النتائج الايجابيه شدنا به وبناء على انه مدرب، ولكن حتى النتائج السلبيه يتحمل المسؤوليه. هو من اختار حلحال اللي يكون معاه في ليكيب ناسيونال، هو اللي اختار حلحال على انه يكون مع 26. دونك هذيك تتحمل المسؤوليه انت كمدرب. ما مختلفينش في هذه النقطه كاع، ما مختلفيش نهائيا. حنا كقلنا لك بمجاملته في الاختيار، وغنلقاو مجامله في بلايص اخرين، بمجاملته في خط الدفاع ادى الضريبه ديالو. هذا الحل اللي كنت انت دابا جايبه وداي معك على اساس انه لاعب، بمعنى انه قادر يعطيك الاضافه النوعيه الا كنت توقف عليه. لا بالنسبه لي انا واخا مثلا ما تيقش فيه وهذه مستبعده، لانه ما تكونش تايق فيه ودي معك مع 26 الا ولا يكون ضرب من الخيال. ما يمكنش لعاب ملي غادي ديه معاك وتعزلو في لا ليست سي محمد الا وتايق فيه. شنو زعما شنو عندك قرابه؟ ما عندكش قرابه. هذاك لعاب كيلعب في واحد البطوله معينه بلجيكيه، انت اقتنعتي به لانك غدي معاك لا كوب دي موند. لعبتيه في الماتش الاخر ديال كندا ياك كان عنده بعض السلبيات، لعاب اللي بان على انه تحت الضغط ما تيعرفش يخرجها مزيان، لعاب في هذيك التغطيه الدفاعيه دائما كيكون روطار شويه، دونك بان على انه عنده ارتباك وما عندوش ديك الثقافه ديال المناسبات الكبيره. اليوم هو علاش حط المزراوي تما لانه لعاب اللي تعرف يخرجها. واش حنا اليوم كان عندنا استراتيجيه ديال اننا نخرجوها امام منتخب فرنسي من اللور؟
واش ما لقيناش بديل ديال شادي رياض؟ لا واش هذا المنتخب الفرنسي انت خصك بروفيل ديال انك تخرجها. بالنسبه لي انا الا غادي نخرجوها راه غادي نلقاو مشاكل، لانه المنتخب الفرنسي راه الهم الوحيد ديالو هو انه تيخلي لك الكره وكيتسناك في واحد البلوك ميديوم ديالو، وكيتسناك على انك دير ديشي في لي باس او لا تغلط باش من تما يمشي يعاقبك. اليوم بالنسبه لي انا كنا كنحتاجوا كره طويله ورا الظهر، كنا كنحتاجوا على اننا ماشي الاسلوب ديالو هشام هذا، لا ولكن ماشي الاسلوب ديالو كاين حنا باش كنا كنشيدوا به نقولوا على انه فليكسيبل. ما يمكنش على تقول لي انه عنده اسلوب واحد. في الفترات السابقه كنا كنقولوا على انه عنده لا عمره ما لعب ذاك الاسلوب هو ديال الكره الطويله، ولكن تلعب مع ادفيرسير مغاير على لي زادفيرسير اللي لعبتي معاهم. راه عندك 4 ديال لي زاتاكو انت وصفتيهم بالتماسيح، 4 ديال لي زاتاكو لانه من انصف الفرص يندموك، انصف فرص الا غلطتي تلقاهم عندك في البوطو. دونك انا الا عندي اليوم الفرقه ما دايراش وكتبان على انه الدراري لاصقين اليوم، لا فريشور ما كايناش، لا فريشور فيزيك اليوم ما كايناش، ديك الطراوه البدنيه كيبان لك هو سبب من الاسباب. لاصقين الدراري اليوم لاصقين. يعني ماشي هذا هو المنتخب اللي تفرجنا فيه في المباريات السابقه. درجه اقل كندا، انا ما عجبنيش الماتش ديال كندا رغم اننا انتصرنا 3-0. ما عجبنيش المردود العام ديال المنتخب الوطني. بريمير ميطا ما كانوش، والدوزيام ميطا رغم هذاك التحسن ولكن ماشي هو ذاك المنتخب الوطني اللي شفنا مع البرازيل وشفنا مع اسكتلند وشفنا مع هايتي وشفنا مع هذا. دونك بالنسبه لي انا اليوم ربما على انه الاستراتيجيه ديال المباراه وايضا التشكيل اللي بدينا به المقابله بدينا من الديبار اننا ما بديناش مزيان وبدينا بواحد الشيء كبير في النفوس ديالنا. سي هشام بالنسبه للكره الطويله كتحتاج لاعبين اللي صراع وكتحتاج لاعبين اللي يطلبوا الكره في الظهر. نعم. فاليوم بان حتى الوقت لانه لاول مره انا كنشوفوها به كيهبط البلوك، هذا من جهه اولى. الوقت اللي كناخذوا الكرات ما كانش السرعه، ما كانش عندنا لاعبين صراع. وشفنا واحد الكره اللي مشى بها ابراهيم دياز فقطع 4 ولا 5 الامتار وهو كيجري بالكره تقطعت ليه. فحسينا بانه كنا تكلمنا على الموضوع في الاوف وحنا كنتابعوا المباراه على انه ما كاينش دوك اللاعبين الصراع. واش اليوم ايضا هذا الامر كان سبب ربما في اننا ما قدرناش نخلقوا ولا فرصه؟ لانه لو كتذكر حارس مرمى المنتخب الفرنسي ما شفناش حتى الدقيقه 44 ما شفناش او لا الدقيقه 45. راه ما غتشوفوش حتى في الماتشات الجايين. غادي كلشي غلط. وهبي باش نحسموا في هذه النقطه هذه اساء تدبير المقابله حسمينها. وكيفاش ما نشوفوش في المباراه الجايه؟ نعم. وراه منتخب قوي يا حمزه، المنتخب قوي وعادك الاربعه اللي عندك في القدام راه يتلفوك على القاره كلها يخليوك تشوف. يمكننا نقاوموا ما ننساوش واحد المعطى اخر اساسي جوهر خصنا نديرو في البال ديالنا. من الاكراهات الخطيره اللي كانت عندنا في البطوله ديالنا بالاضافه الى المجاملات في بعض المراكز، هذه حقيقه ما توحمين فيها وحنا ديجا قلناها. ما ننساوش راه عندنا صار لينا الزلزولي كل مره كائز من الثوابت اللي كنا غنعولوا ليه. من وراها كتجينا ضربه عنيفه جدا ديال السيباري ونايف اكرد ايضا. فكرت راه ما خصوش يمشي يا عباد الله، تخرجت العقل ديالي ما خصوش يمشي كاع، ما نحطوش في نايف اكرد. نايف اكرد ما كاش خصنا نهضروا عليه كاع لان ما كاش خصو يمشي، كان خصنا نكون نناقشوا واحد اخر يمشي بلاصه نايف اكرد. انا كنقول لك حنا داخل البطوله ووقعت لنا هذه الاكراهات مع التذكير ان الفلسفه ديال وهبي اليوم ما يمكنش يفهمها شي واحد. فلسفه خاويه، تغييرات خاويه. ايضا يجب ان نقر بواحد المساله، المنتخب المغربي اليوم أنا في الجوله الاولى ما بان لي حتى لاعب اللي واقف مزيان. اعطيني واحد من غير حال انت تحمل المسؤوليه محمد وهبي في هزيمه. تعرف هذه المساله شي اي منتخب ونرجع معك شويه اللور. اي منتخب كيجي يلعب مع ادفيرسير قوي وتغير من اسلوبه وتغير من طريقه لعبه وتغير من التشكيل الاساسي تنهزم. اسكتلند مع المدرب ديالها جات معنا حنا كانت كتلعب 4-4-2 كلاسيك، جات معنا غيرات دارت 5-4-1 انهزمت. هولندا كانت كتلعب 4-3-3 جات معنا حنايا غيرات دارت 5-4-1 انهزمت. اليوم المنتخب الوطني المغربي صحيح على انه حافظ على نفس الاسلوب على نفس الرسم التكتيكي اللي هو 4-2-3-1 ولكن غيرتي لي بروفيل ديال اللاعبين. ماشي هادو هما لي بروفيل اللي كانوا كينجحوا لك هذاك الاسلوب ديالك، كانوا كينجحوا لك هذيك الاستراتيجيه ديالك وهذاك البناء من الوراء. ايضا ايجاد المساحات خصوصا اونتخليلين في اللامركزيه. اليوم ما شفناش اللامركزيه لانه اللاعبين كانوا مستنزفين بدنيا، واللي بان اكثر على انهم استنزفوا بدنيا هو مباشره مورا الهدف. قبيله حمزه قال على انه في ظرف 6 دقائق سجلوا عندنا 2 ديال الاهداف. ما موالفاش لينا، موالفين على اننا كيتسجل عندنا الهدف وكنبقاو حاضرين في المقابله، كنبقاو عندنا ذاك الهدوء ثم كتكون عندنا واحد ردة فعل اللي كنختبروا بها الدفاعات ديال الخصوم. خليني نعترف لك بواحد الحاجه. اعترف خذ راحتك. والله الا كنت خايف من اكثر من 2 انا.
شفتي ملي تمارك البيت الثاني لا ماشي قبل الماتش، لا ماشي قبل الماتش دير السيناريو في ديال الماتش. نعم ملي شوف ديك الفلسفه ديال وهبي والطريقه باش تعامل وشوف ديك اللاعبين المهلوكين راه انت كتفرج حديك شنو بقيت كنقول قلت لك لي ما يكونش شي سكور كبير. قلت لك الله يسلم شي هزيمه كبيره غليظه لان وهبي في هذا الماتش هذا راه ماشي خرج كيف كنقولوا حنا كان خارج السطر او خارج الطريق، راه كان خارج الملعب كامل. انا راه ما بغاش لحد الساعه ديك الفلسفه ديالو مازال ما بغاش نستوعبها. ثانيا انا بنشوف لك واحد النقطه اخر. انت ملي باغي تغير واحد الوليد ديك الميموني هذاك اللي كتدخلوا في المقابله الاولى ميموني شفتك راه حفظتي عليه دخلت لينا السباعي دابا ما كاينش فينا اللي كان كيعرف السباعي. وجيسبير ما يكونش ذاك المعطل اللي وصلني يكون صحيح بان عنده شي علاقات ديال المصاهره مع شي واحد في الطاقم التقني. جيسبير ما تكونش هذه، يكون جا على هذه. اللي كان جا على هذه راه بيغ. المساله الاخرى انا بالنسبه لي بعض اللاعبين اللي راهنا عليهم انا بالنسبه لي ما كانوش في المستوى نهائيا، منهم ابراهيم دياز. اليوم شكون اللي كان كيتوقع، شكون اللي كنا كنتوقعوا انه يدخل كلاعب اساسي اليوم بناء على الاصابه ديال اللاعب هو رحيم رحيمي. هذا هو اللي خصو يكون رحيمي بلا السيباري صافي ودخل. انا من اشد المنتقدين اللي كنت رحيمي، ولكن رحيمي مني جا المستوى ديالو كيطلع جيت انت للمقابله اللي خصك تدخله هو الاول وتعولي عليه في ديك الاختراقات وديك السرعه ديالو ديك المسائل. خصوصا على ان الخنوس لقى راسو في ذاك الكوتي غوش. الخنوس دائما في المسانده ديال الظهير هذاك الكوتي غوش حيتي كامل مولف كتلعب بالمزراوي قدامه الخنوس. اليوم لعبتي بانس صلاح الدين قدامه شمس الدين طالبي. حتى في التوظيف هشام ربما ما شفناش أناحي والخنوس في هذا التوظيف ديال المباراه اليوم جوج الاثنين ربما حتى واحد الفرق ما كاين غير ياسين بونو. اليوم كنا ناخذوا واحد 5 ولا 6 للامانه اليوم يعني كان تألق كبير اليوم ديال ياسين بونو للامانه. ياسين اللي كان في المقابله وحارس مرمى يستحق الاشاده لانه في شوط المباراه الاول سيشام كنا نقدروا نخرجوا خاسرين 3-0. لا كنت سجلت ضربه جزاء في هذاك التوقيت وبهذاك الانهيار اللي تسجل علينا فيه الهدف ومباشره مورا 6 دقائق سجلنا الهدف الثاني كنا ننهاروا بكري لانه كنبانوا على اننا حتى ذهنيا ما موجودينش للمقابله. كنا لاعبين ومرفوعين. انا بالنسبه لي على ان الطريقه اللي بدا بطريقه مثاليه على انه تقارب الخطوط نرجعوا البلوك ديفونسيف ديالنا اللور تكون عندنا واحد البلوك كومباكت ومن ثم ممكن اننا نعتمدوا على المرتدات. ولكن هنا في كاين المشكل هو انه ما عندكش دي بروفيل ديال المرتدات. دياز ماشي رجل ديال المرتدات، الخنوس ماشي رجل ديال المرتدات، درجه اقل شمس الدين الطالبي اللي ممكن يطلبها في الدار. وشحال من خطره ملي كنا كنقطعوا الكره كيطلبها في الدار شمس الدين الطالبي ما كتكونش ديك المسانده الهجوميه، ما كيكونش واحد الكثافه عدديه ديال اللاعبين اللي كيمشيو على ريسيبسيون. هذا راجع بالاساس لانه اليوم بدنيا كنا منهكين. واللي اللي اللي اللي, اللي ممكن يتلام على هذه المساله اكيد هو المدرب. علاش؟ لانه خصنا ناخذوها مستقبلا بعين الاعتبار التركيبه البشريه اليوم، لاننا نقولوا على انه بعض الاحيان الكرسي الاحتياط كان كينفعنا، ولكن اليوم هذاك الاوراق الرابحه بديتي بها من الاول. ملي جيتي تقلب على الاوراق الرابحه في كرسي الاحتياط ربما الاجتهاد حسب التحليل ديال هشام الاجتهاد ما كانش محله ديال سي محمد وهبي. سي محمد المغودي، هل محمد وهبي احترم منتخب فرنسا اكثر من اللازم واضطر وماشي الخطر بلا ما تكمل السؤال لتغيير في نظام اللاعب؟ وهذا النظام اللاعب ما مشاش لانه اليوم كما قلتي انت في بدايه البرنامج ما كتألمناش الهزيمه اكثر مما كألمنا اليوم الطريقه والظهور الباهت للمنتخب الوطني المغربي. شوف السي حمزه، اولا ماشي الخطرك باش تحترم المنتخب الفرنسي، ماشي الخطرك. عرفتي شنو عنده واحد كينسك في واحد كينسك في واحد. انا راه ديك الوصف ديال التماسيح راه طلقتها بشكل مقصود، راه اللي شدك تما يفرسك عندهم في الهجوم ديالهم. ثانيا خصنا نعرفوا واحد المساله باش قلت لك انا نناقشوا سوء التدبير ديال دابا وما نكونوش قاسيين. فين ما نكونوش قاسيين، واحد من 2012 هو مع المنتخب الفرنسي كيوجد فيه وكيخدم عليه وكيشتغل عليه الى غير ذلك، وفي 2014 خرج من دور الربع في دور الربع وما كانش ديك هاد 36 فرقه ولا 700 فرقه ولا شحال. دابا كتجي مع وهبي راه ما كملش حتى شهر ولا 3 شهور. يعني واخا يكون عالم ديال العلماء صعيب عليه باش يوجه المنتخب يواجه المنتخب الفرنسي، علما انه كانت هناك بعض التغييرات اللي كان المفروض انها توقع في الفريق الوطني المغربي منذ مده. راه تصور ديك خط الدفاع ديال الفريق الوطني المغربي راه من كاس العالم ديال قطر كان خصنا نفكروا في البديل ديالو. ديك السايس الى غير ذلك ما بدلناش. جينا حتى دابا
ووجد نفسه امام خيار اخر انه يغير الخط الدفاع. ايضا هناك بعض اللاعبين اللي جابهم باقيين صغار. دونك كاين عمل غير بالنسبه لي في هذه المقابله ما نبقاوش نطمعوا اكثر من داكشي، راه ما نبقاوش نطمعوا اكثر من شي مع ولكن انت اللي قلتي في بدايه البرنامج انه وهبي يتحمل المسؤوليه في الفلسفه اللي اعتبرتها ربما زائده. هذيك ماشي فلسفه زائده، اكثر من الفلسفه الزائده هي خرجتنا بديك الاداء الباهت، الاداء الغير مقبول، الاداء اللي دخلنا في الشك ودخلنا في دائره نبقاو نشكوا في استوابه. ولكن خصنا نكونوا عقلاء اذا بغينا نبنيو المرحله المقبله.